السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو فايز، والنهاردة هنبدأ اليوم كده من اوله بأحلى صوت في حياتي. بالنسبة للقطط بتوع الشارع دول حبايبي، يعني صحابي. هنبدأ كده مع بعض النهاردة اليوم من فطار غدا عشاء. هنتكلم فيه كده شوية مع بعض، هندردش كده نشوف اليوم ماشي معانا ازاي. طبعا اول حاجة نزلت جبت كرتونة بيض، وطبعا طبعا طبعا ربنا يخرجنا يا رب من الايام اللي احنا فيها دي. بالنسبة للاسعار ما كانتش الطف حاجة في اليوم ده، لان للأسف اليوم ده برضو الطبيعي بتاع فطار غدا عشاء. وعندي طبعا ولاد اخويا، لان هو طبعا مسافر السعودية بيعمل عمرة يا رب مقبولة ليه هو ومراته ويرجع بالسلامة. طبعا كرتونة البيض ب100 جنيه. اغلبيه الحاجات مش هقول اسعار طبعا، لان كل منطقه فيها حاجات غاليه وحاجات قليله، بس ايه نمشيها مع بعض مره واحده وما نشتكيش كده، يعني نقول يا رب وربنا يبارك في اللي موجود. طبعا جبت كرتونه البيض، ودي سمنه البلد اللي احنا عملناها مع بعض. ابتديت ارصها في العلبه دي من ساعه ما جبتها من رمضان اللي فات، وهي نفعاني جدا. اتبقى البيض ده قلت جبت بقى فينو، وهعمل بيه سندوتشات بيض بالبسطرمه، وهعمل كنت جايب لانشون وجايب بسطرمه، وهبتدي ان اعمل لهم سندوتشات بيض بالبسطرمه وسندوتشات لانشون، كوبايات شاي بلبن كده ايه، ونقعد نروق على نفسنا على الصبح لغايه لما اشوف بالنسبه للغدا. وطبعا حمرت بطاطس. الكيس ده حلو قوي، ب3 جنيه بيتباع من عند العطار، بيدي طعم حلو قوي 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 للبطاطس بامانه. يعني لو لقيتوه في اي مكان هاتوا منه لغايه اما اعمل معاكم التوابل بتاعه البطاطس في البيت، لان البطاطس حلوه. دلوقتي غسلت البوتاجاز، ولو ما انتوا شايفين بعمل كوبايه شاي، والعين اللي هناك كان الشعاع او النار اللي طالعه منها لونها صفرة، لونها صفرة. انا ما بغسل البوتاجاز لازم اولع العيون كلها علشان اتاكد ان مفيش ميه سد العيون. تمام، بشغل كده ال4 عيون شويه لغايه لما النار اللي بتبقى طالعه لونها ازرق، وخلاص كده واروح طافي عشان بس ما تغلبنيش. بعد ما شربت كوبايه الشاي رحت لابس كده ونازل متدنجل في السوق. جبت طبعا فرختين، هشيل فرخه في الفريزر، وهنبتدي ان احنا نعمل دلوقتي الغدا. طبعا جبت الفراخ، ابتديت ان انا بقى انزلها كده في الطبق. هغسلها الاول كويس جدا بميه فتره من الحنفيه، وبعدين هروح اعمل ايه، هروح بقى منزل عليها ليمون. ما بحطش على الفراخ خل خالص، علشان انا ما بحبش الخل، اصلا بيزفرها وبتحس ان هو بتقلها كده شويه. بصوا بقى، بعد ما غسلتها اشطفها تاني كويس، غسلتها بالملح والليمون كويس جدا، وهبتدي بقى ان انا اسيبها في الميه دي واعصر عليها ليمون تاني واسيبها على جنب لغايه لما انا ابتدي ان انا اخلص بقيه الحاجات بتاعه صينيه البطاطس. جبت كام بصلايه حلوين كده قطعتهم شرايح، والثوم انا قاصد ان انا اقطعه حتت واضحه، وطماطمتين بس اللي كانوا عندي في التلاجة بامانه، وكام قرن فلفل رومي، وقرنين بس حامي علشان خاطر الولاد. وجبت انا كان عندي بطاطس قطعت بس 3 علشان خاطر انا مش عايز الاكل ده يقعد عندي في التلاجة كتير، فاهمين؟ يعني هي على قد يوم بس بالكتير. بنزل كده بالبصل وبنزل عليه بملح. الملح ده مش هيحدق الاكل، انا بس ببتدي ان انا افركه كويس جدا بالبصل، بينزل الميه بتاعته. اول ما تلاقوا ايديكوا عرقت كده زي ما انتم ما هتشوفوا دلوقتي، بتدي طعم لصينيه البطاطس في حته تانية خالص، يعني بتحسسكوا. بصوا نفس الميه دي. طبعا بعتذر جدا ان انا مش بلبس جوانتي او جلافز علشان ناس بتتضايق. هبتدي انزل بفلفل اسود، وهنزل بتوابل للفراخ، وبسنه من القرفه، و7 بهارات بس كده مش اكتر، ونزلت عليهم بالفلفل والطماطم والثوم، وقعدت افرك كده كله مع بعضه، بس ما رضيتش اجيب الفرك الكتير عشان الناس بتتضايق. وبعدين هنزل بالبطاطس. طبعا بعد ما بقطع البطاطس بحطها في ميه علشان خاطر ما تسودش، ما بحطش على الميه دي ملح. هبتدي اقلب كده شويه كويسين، وبعدين بقى ايه، اخد بقى الفراخ بعد ما صفيتها كويس، ما ينفعش يكون فيها ميه. هنزل بحبه من التوابل دول، طبعا البصل ده متبل بكل حاجه، وهبتدي ادخل ما بين الجلد وما بين اللحم البصل والطماطم. لو عندكم جوز الطيب يا سلام. بعد ما اعملها كده هنزل بشويه من دبس الرمان عليها من فوق، وهنزل بقى برشه من الزيت، لان طبعا احنا محتاجين حاجه بس تكون دهنيه شويه. ومش هحط ميه ولا هحط اي حاجه، هحطها على عين البوتاجاز بالظبط 10 دقايق او ربع ساعة بس، لغاية لما الفرن يشتغل او يسخن. بشغل الفرن على اعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت، واول بس كده يسخن كويس هروح شايل الصينية دي عفوا، هشيلها واروح مدخلها الفرن. طبعا كده
كل حاجه عندي متظبطه بالنسبه للحدق بتاعها، مش هحتاج حاجه. نيجي بقى نعمل الرز العالمي بتاعي، على فكره من احلى الرز اللي عملته في حياتي على فكره. بحط معلقه من السمنه البلدي وحبه من الزيت، علشان خاطر الزيت بيمنع اللهم صل على سيدنا محمد. الزيت بيمنع ايه يا عمرو؟ بيخلي الرز بيلمع وما بيخليهوش لازق في بعضه، فاهمين اقصد ايه؟ بيفلفله كده. هنزل بشعريه وهبتدي اقلب كويس جدا لغايه لما تبتدي تاخد مني اللون ده. هنزل اقلب مكعب مرق الدجاج وابتدي اقلب تاني. انا مش بحب الشعريه غامقه قوي، انا بحط الشعريه ضعف الرز. يعني انا عملت معاكم فيديوهات كتير وصدقوني بتبقى حلوه جدا. انتوا هتشوفوا بعينيكم الرز مفلفل جدا جدا جدا. بنزل بالملح، ما بحطش حاجه خالص، هي مكعب مرق الدجاج والملح، وببتدي اقلب كويس جدا عشان الرز ما يعجنش. لازم تقلبه كتير لغايه اما الرز يبقى سخن، تحطوا ايديكم على الرز تلاقوه سخن تمام. وبعدين ننزل بالميه السخنه، وبعدين نبتدي نقلب شويه كده، بالظبط مقدار عقله او عقلتين. يعني انا بعملها بالوايه الصراحه، مش هكدب عليكم، ما بمشيش بالمقادير يعني المظبوطه. اول ما يبتدي بقى يخرم التخريمات اللي انتوا شايفينها في الرز، ما اعرفش انتوا بطحى لكم ولا اللي هي بتبقبق دي، هبتدي ان انا هعمل ايه، هغطي ووطي النار عليها، تقعد تلت ساعه والرز يكون استوى زي ما انتم ما شايفين دلوقتي. بصوا ولا رزايه ماسكه في التانيه. واحنا النهارده دلوقتي تاني يوم، طلعته سخنته زي الفل في الميكروويف، ما فيهوش اي مشكله. لو ما عندكوش ميكروويف، حبه ميه صغيرين جدا على الحله ونوطي عليها النار، هيدوب ويبقى عامل زي ما انتم ما شايفين كده. خلصنا. نزلت بقى جبت 7، ونزلت بقى عند شيخون طبعا اللي من العباسيه عارفين بتاع المخلل. جبت لي كده نص ترشي برضو بيبلع الاكل بامانه. انا ما قدرتش اجيب حاجات سلطه بامانه، يعني مش هكدب عليكم. طبعا انتوا عارفين السوق يوم الجمعه بتبقى الدنيا هايصه عندنا في العباسيه. بجيب من شيخون، وطبعا بنخليها الميه بتاعتها حاميه. ببتدي ان انا افكها، معرفش ليه الموضوع مستصعب معايا، بيبقوا رابطينه كده رابطه جميله. والسيفن طبعا علشان الكرش، انتوا عارفين ان انا بعمل دايت، فانا لازم من اساس الدايت ان انا لازم اشرب بيبسي وسيفن مع الاكل. بس كده يبقى احنا كده اول حاجتين خلصناهم. هنبتدي بقى. بابا قال لي انا عايز شعريه، وانا ما عنديش شوربه. معلقه سمنه بلدي ونقطتين زيت، ونزلت بقى بحبهان وورق لورا، ونزلت عليهم بواحده ماجي. وقبل بقى ما احط يعني وحطيت بقى الشعريه ما خدت اللون، وبعدين رحت حاطط شايل بقى الحاجات دي، وحطيت الميه وغليت. وادي الفراخ بعد ما طلعت واستوت كانت دايبه. وادي كده بقى حطيت عليها بس فلفل اسود ولا اكتر ولا اقل، وبقت شوربه حلوه وجميله وزي الفل. واصلا انا نسيت ان انا اقدمها، يعني بابا فكرني بيها بعد الاكل، وبعدين عملت له طبق شربها بعد ما اكلنا اصلا، من حلاوه الاكل اكيد فاهمين. يا رب بس الفيديو ما يكونش طويل عليكم ويكون عاجبكم. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك يا جماعه علشان بس القناه تكبر شويه. وشكرا جدا لكل الناس اللي بتخش في القناه، وشكرا على ردود الفعل بتاعتكم. شايفين الرز جميل ازاي والمخلل. ابتديت ان انا اغرب بقى طبق البطاطس، حاجه كده اقسم بالله ان شاء الله ربنا يا رب كده يكرمني وتاكلوا من ايديا. دبس الرمان بيدي طعم حلو قوي، والبطاطس كانت دايبه لوحدها تمام. والصوص بتاع البصل لما بتكتروه بيبقى حلو قوي. بعدين هبتدي اعملها لكم مره تانية بالسماق، هتكون جميله جدا. نيجي بقى لفقره العشاء كله ورا بعض. كنت بقى مره عطشان، نزلت جبت الازاز الميه دي كانت غاليه جدا اصلا. فانا برضو الدماغ شغاله مش بتنام، وانا عايزه اجيب عسل وطحينه. غسلت الازاز كويس جدا ورحت مليت دي ومليت دي. عايزه اقول لكم ان الطحينه كانت بمبلغ محترم يعني. ببتدي ان انا احطهم كده علشان خاطر اضمن، يعني ما احط في برطمان ويتكسر وما ياخدش مكان عندي، فانا بحط في الازايز. عملت اول طبق كده، ده بقى بالنسبه للعشاء. معرفش انا ليه مفجوع معاكم النهارده. كانت معايا خلة، مش بتنك والله، انا دي كانت قدامي فقلت انا اعمل بيها مره واحده وارميها وخلاص. كان عسل وطحينه. وكان عندي الطبق التاني حطيت عسل ابيض. انا هبتدي ان انا احط بس الغطا كده قدامكم علشان خاطر الشمع اللي في العسل ما ينزلش تمام. الشمع بتاع ملكات النحل. وادي كده تاني حاجه. طبعا انا ما باكلش الاكل ده خالص، يعني انا برضو بقى بامانه ما ماليش في المسكر خالص يعني. والناس الحبايبي اللي زيي يكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا ما بتحبوش الكلام المسكر ده. انا اسف. الجلابيه دي بصوا ليها قصه كبيره، وكنت جايب اندومي للبنات انا ما بحبوش برضو. الجلابيه دي كانت امي بتنشف عليها المواعين، يعني احنا بعد ما نغسل المواعين لازم نحطها تنشف. جبت لانشون تاني، وجبت لبن، وجبت قشطه، وجبت جبنه براميلي. الجبنه البراميلي بس اللي اكلتها هي واللانشون. ما باكلش انا ولا قشطه ولا الحاجات المسكره دي.
الجلابيه دي كانت امي بتغسل عليها المواعين، تغسل مواعين وتحطها كده وتنزل عليها المواعين، والتاني يوم الصبح تبتدي تحطها. ما احنا ما عندناش غساله اطباق يا جماعه. ف يعني حتى انا هتلاقوني بطلع لكم ان انا حاطط عليها مج، لان الجلابيه مبلوله، فعشان بس ما حدش يقول انا ايه اللي مخليني حاطط جلابيه. لان ده كان عشاء وده كان اخر ليل. وبصوا شوفوا هناك جنب الحلل كده كانت في اطباق على بعض، قلت بس اكلهم وبعدين اخش اكمل بقيه المواعين. وبس كده الفيديو خلص معايا كده. ادي العيش، والعيش هيجي لكم دلوقتي برده الرغيف بجنيه. بصوا كنت هتشل، يلا ربنا يرحمنا برحمته. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وبعتذر جدا لو الفيديو كان طويل على ناس كتير. واعملوا الفكره بتاعت العسل والطحينه دي، صدقوني هتعجبكم جدا. بصوا الكوبايات انا كنت غسلها يعني. وده الرغيف ابو جنيه، بصوا قد كف ايديا بالظبط، انا هقيسه لكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تاني تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنوني ان شاء الله اعمل لكم فيديو احلى من ده. مع السلامه.